السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل وصفة جميلة جدا من أجمل الوصفات وألذ الوصفات الإمارات اللي ممكن تجربوها. هتعجبكم جدا جدا وأنا شخصيا بحبها جدا، وأتحدى أي حد يجربها وما تعجبوش. والحلو في الموضوع إنها سهلة جدا وأي حد يعرف يعملها حتى لو مش بيعرف يطبخ. والأحلى كمان إنها في حلة واحدة. يلا بينا نشوف الطريقة وإن شاء الله هتعجبكم جدا. جربوها وعلى ضمانتي. عليكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مكبوس دجاج على الطريقة الإماراتي، حاجة كده من الأكلات المفضلة اللي أنا بحبها، حاجة كده عظمة. يلا نبدأ ونشوف الطريقة. أول حاجة هنيجي فوق على النار وهننزل بأي مادة دهنية بزيت أو سمنة أو زبدة أي حاجة، أو نمكس براحتكم يعني اللي متوفر عندكم. تمام. نزلنا بالمادة الدهنية بتاعنا. بعد كده هننزل بالبهارات الصحيحة بتاعنا: ليمون مجفف، قرنفل، ورق لوري، قرفة، كزبرة فريش ناشفة. تمام. الليمون المجفف نعمل فيه ثقب كده عشان يطلع النكهة بتاعته. يلا بسم الله. اديها تحميصة كده عشان تطلع النكهة بتاعها. سامحوني بقى على الصوت ده. البهارات اتحمصت معانا وريحتها طلعت، هننزل بالدجاج. هنديله صدمة كده عشان ما ينزلش ميته، ويفضل ان احنا نقطعه صغير عشان يستوي معانا بسرعة. تمام. هحمره كده وهديله لون على كل جنب وارجع لكم تاني. خلاص، بعد ما نزلنا بالمادة الدهنية بتاعنا والبهارات الصحيحة وحمصناهم كده مع بعض، ونزلنا بالدجاج وخدوا لون ذهبي كده، حمرناهم وخدوا من نكهة بعض، هننزل ببصلاية متقطعة صغير كده. نسيبهم شوية يدوبوا مع بعض وارجع لكم تاني. انا قفلت الصوت لان حاسس بصراحة ان اعمل لكم ازعاج، فقلت اسجل بقى عشان ما اعملكوش ازعاج وكده. احنا نزلنا هنا بخمس او ست فصوص توم متقطعين بالشكل ده، وكده كده هيختفوا لو التوم بيضايقوا في الاكل وكده. وبعد ما ريحة التوم تطلع هننزل بحبة فلفل حار او بارد او ميكس، دي اذواق. عادي، في بيحب الاكل بارد وفي بيحبه سبايسي زي ما تحبوا يعني. ونقلب كويس عشان الفراخ تاخد من نكهة الفلفل كويس وكل المكونات. وبعد كده هننزل بمعلقة جنزبيل مفروم. عفوا. وانا عملت لكم فيديو قصير قبل كده ازاي نعمل التوم بالجنزبيل وازاي نحفظه يعني في الفريزر او في التلاجة وكده، لو عايزين تريحوا نفسكم في المطبخ يعني. وبيفرق كتير جدا معاكم على فكرة، هيوفر وقت غير الروائح اللي بتمسك في الايد والكلام ده. وبعد كده هننزل بالبهارات بتاعنا: ملح حسب الذوق، ونص معلقة بهارات سبعة، كمون وكركم وبابريكا، وربع معلقة فلفل اسود. وهننزل كمان بمعلقة صغيرة بهارات فراخ، ومعلقة بزار اماراتي او مكبوس، بزار مكبوس اماراتي. يفضل يكون موجود، ولكن لو مش متوفر هتكون النتيجة كويسة برضو، ولكن يفضل لانه بصراحة بيعطي تست عالي جدا للمكبوس. وعلى فكرة ينفع اي بهارات مشكلة اماراتي. وبعدين بنحمص الفراخ مع البهارات، وبعدين بننزل بمعلقة صغيرة أو كبيرة معجون طماطم. لو حابين الرز يكون لونه أحمر زيدوا معجون الطماطم شوية. وبعد كده بنقلب كويس وبننزل بحبة طماطم متقطعة صغير، وبنقلب عليها وبنغطي على نار هادية جدا تتسبك لمدة 10 دقايق، تكون الفراخ أخدت من كل المكونات. وبعدين ننزل بالماء المغلية، ولازم مغلية عشان الفراخ ما تنشفش منكم. وقت الطهي على حسب طبعا، بتختلف على حجم الفرخة وحجم تقطعها وكده. في الأغلب من نص ساعة لساعة إلا ربع. وبعد ما بتستوي قدامكم كذا اختيار: يا اما تطلعوا الفراخ وتحمروها في طاسة بشوية زيت زيتون، أو تدهنوها سمنة وتحمروها في الفرن، أو بتسيبوها زي ما هي كده وننزل بالرز على طول
في كل الاحوال هتعجبكم جدا. انتوا لازم تجربوا الوصفة دي يا جماعة، هتعجبكم جدا جدا. طبعا كل حاجة ماشية بسلاسة ومفيش حاجة صعبة، واعتقد ان اي حد يقدر يعمل الوصفة دي. انا بصراحة كنت بفكر انشلها، يعني اطلعها واحمرها وكده، فكان الفرن عندي مشغول وكنت بعمل حاجات تانية، فرجعت في كلامي تاني وحطيتها، فقلت هسيبها كده. طلعت جميلة جدا على فكرة. فانتوا ممكن لو عملتوها مرة وعجبتكم جربوها بكل الطرق دي. مرة حمروها بزيت زيتون، مرة بسمنة، مرة بزبدة، مرة في الفرن. جربوا كذا حاجة هتعجبكم. وبعد كده قطعت شوية كزبرة فريش زي ما انتوا شايفين كده، وحطيتهم من فوق. وحطيت في الاخر كده يعني ايه كام قرن فلفل سبايسي. يعني انا عشان كان في حد هياكل معانا مش بيحب الاكل حار قوي، فما قطعتوش، سيبته زي ما هو كده سليم. فده اختيار برضو. انتوا لو قطعتوه هيبقى جميل برضو جدا على فكرة. ومش هيبقى السبايسي اللي هو يعني سبايسي قوي يعني، لا هيبقى خفيف جدا، وبالعكس بيدي نكهة جميلة جدا. وبعد كده هنغطي وهنسيبها بقى كده ايه على نار عالية شوية لحد ما يطلع في الرز فتحات كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنغطي عليها على نار هادية جدا لمدة 20 دقيقة. وبعد 20 دقيقة هنطفي النار، وهنحط كده من فوق شوية زبدة أو سمنة، نحطها كده ونغطي عليها ونسيبها 10 دقايق تكون الرطوبة خرجت منه وبقى مفلفل معانا، ويطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى كده الوصفة معانا جاهزة، بجد لازم تجربوها، خطيرة جدا يا جماعة. بس كده تقريبا كده احنا وصفتنا خلصت، وانا بنصحكم تجربوها. طبعا شايفين الرز مفلفل ازاي، وشايفين شكله عامل ازاي، يعني حاجة بجد انتوا هتنبهروا من النتيجة بصراحة. جربوها وعلى ضمانتي. انا الحمد لله مش بعمل حاجة مش واثق فيها. يعني انا ممكن اصور فيديو وبعد كده اجي اجرب الوصفة الاقيها حتى لو 90% او 95%، ما برفعهاش ليكوا طبعا. لان لو ما كانتش الحاجة 100% عمري ما ارفعها ليكوا، لان دي ثقة وامانة، ولازم الواحد يكون قد الثقة وقد الامانة. ويا رب كده فيديوهاتنا تعجبكم، ولو حابين وصفات جديدة وكده تابعونا، اعملوا اشتراكات واعملوا لايك، لان ده بيساعدنا وبيحمسنا ان احنا نكمل ونشتغل ونقدم احلى ما عندنا. وبس كده، سلام عليكم.